هات ورقه وقلم وما تشغلش حاجه ما تخليش حاجه تشغلك، واستمتع بقى معايا، ولما تحتاج تسال لا تتردد. طيب ماشي. النهارده يا مستر بنتكلم على ليسون 3 اللي بيتكلم على حاجه اسمها vertical motion. vertical motion حلو قوي. طيب المقصود بالvertical motion هي الداون وورد، وكمان يا مستر الابورد. مش بس داون وورد بس، لا كمان الابورد. طيب الداون وورد والابورد اللي هي الفيرتيكال موشن دي كلها مرتبطه بقصه مين؟ قصه التفاحه اللي وقعت على مين؟ على راس نيوتن. طيب اللي حصل ان الاخ نيوتن وهو قاعد تحت الشجره عادي جدا، والتفاحه وقعت على ايه؟ على دماغه. ايه اللي فكر؟ فاطمه تقول لك الله يسامحك. ايه اللي فكر فيه نيوتن؟ طبعا التفاحه لما وقعت هو مسك التفاحه كده وبص جواها قال الله. طيب دلوقتي يا مستر التفاحه لما كانت متعلقه في الشجره كانت ات ريست، ثابته، صح كده الكلام؟ وفجاه وقعت. طيب الفول ده لما بيبقى فيه حاجه بتنزل فول تسقط، يبقى ده معناه ان الفي نوت بتاعتها بزيرو، الانيشيال فيلوسيتي بتاعتها بايه يا مستر؟ بزيرو. طيب اذا كانت الانيشيال بتاعتها بزيرو، ايه اللي خلى السرعه تزيد وهي نازله؟ التفاحه لما بص كده نيوتن جواها لقى ايه؟ قال لا، ما هي تفاحه عاديه اهي، ما فيش جواها مثلا مكنه بتخلي سرعتها تزيد، صح كده كلام؟ قال لا. طب يا مستر ليه لما هي كانت هنا كانت اترس، يعني الفي نوت بتاعتها بزيرو، ولما بدات تنزل كل ما تنزل كل ما بيعدي عليها وقت كل ما سرعتها بتزيد؟ ايه اللي خلى سرعتها تزيد؟ هو ده كان المفتاح اللي فكر فيه نيوتن. في ايه بقى؟ في الجرافيتي. الجرافيتي اكسلريشن. الجرافيتي اكسلريشن اللي هي جي، اللي هي بتساوي 9.8 متر بير سكند سكوير، هي دي اللي خلت التفاحه إيه اللي يحصل لها؟ سرعتها بدل ما تبقى الستارتنج بتاعه السرعه بتاعتها زيرو بقت 1 2 3 تزيد. ده بسبب ان في اكسلريشن فين؟ كونستانت في الارض اسمه جرافيتي. تمام كده الكلام؟ اللي نيوتن بقى بعد تجارب وجد ان الجي ديت ثابته وهي بتساوي 9.8. اوبا، يعني الاكسلريشن كونستانت. ايه ده؟ يعني احنا يا مستر الليسون ده اخو مين؟ اخو ليسون 2 اللي كان بيتكلم على يونيفورم فاريبل موشن. ايوه، يبقى احنا ما زلنا في الايه؟ في اليونيفورم فاريبل موشن. ولو بقى الناس تفتكر المحاضره اللي فاتت واحنا بنتكلم على انواع الموشن، اللي هي كان في يونيفورم بس يعني ما فيش اكسلريشن خالص، او يونيفورم فاريبل زي اللي هي زي بتاع النهارده ديت، او ان الاكسلريشن كونستانت، عدد كونستانت. وفي بقى ايه؟ فاريبل موشن خالص، اللي الاكسلريشن بتاعتها فاريبل بتتغير، في الثانيه الاولى تبقى قيمه وفي الثانيه الثانيه تبقى قيمه ثانيه وهكذا. يبقى انا عندي 3 انواع من الحركه، يا اما يا مستر فاريبل متغيره، يا اما يونيفورم فاريبل، يا اما ايه يا مستر؟ يا اما كونستانت او يونيفورم بس. فبالتالي الجرافيتي بتاعها بزيرو. اذا انا هنا ليسون 3 اخو مين يا فاطمه بالظبط؟ اخو ليسون 2 تماما. هو لان ليسون 2 بيتكلم على اليونيفورم فاريبل موشن،
يعني الاكسلريشن بكونستانت. هنا برضو احنا بنتكلم ان الاكسلريشن كونستانت بتساوي 9.8 في معظم الارض، الا بعض الاماكن بتبقى تقريبا 10، انما هي دايما 9.8. تمام كده الكلام؟ يعني قصدك تقول ايه؟ يعني قصدي مفيش قوانين جديده النهارده. هم الثلاث قوانين بتوع يا مستر الايه؟ بتوع ليسون 2. فاكرينهم يا فاطمه ولا ايه؟ جنى تمام؟ جنى فاطمه ريم فاطمه يا ابراهيم محمد يوسف تمام؟ تمام. طب يلا بقى نعملهم بس مع الجي. اهو داون وورد وانت نازل هيبقى عندنا جي، هيبقى عندنا سوري في ايكوال في نوت بلس جي تي. ده القانون الاول كان هناك اسمه ايه، هنا بقى اسمه جي. تاني حاجه الديستانس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي سكوير. ثالث قانون يا مستر في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 جي اس. لو حضرتك طبعا ذاكرت ليسون 2 هتلاقي نفس القوانين، بس الجي دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه اللي هي اكسلريشن عاديه، هنا الجي اللي هي الجرافيتي. تمام يا اولاد ولا مش تمام؟ طيب لو احنا بقى حبينا كده نفكر في تفاحه نيوتن، اهو ادي تفاحه نيوتن وهي نازله، تفاحه نيوتن اهي وهي نازله على دماغه وهو قاعد كده. تعالوا كده نشوف. هي فول، يعني الفي نود بتاعتها بزيرو. تمام؟ طيب نازله بجي حلوه قوي اللي هي 9.8 متر بير سكند. تمام؟ تمام. تعال نطبق في القانون الاولاني. شوف القانون الاولاني بس يا ولاد. في ايكوال في نود بلس جي تي. طيب في نود بزيرو خلاص، زائد 9.8 في تي. ايه بقى تي؟ التايم. اهدى كده وخد نفس. يعني بعد ثانية واحدة، ثانية واحدة سرعة التفاحة بقت 9.8 متر بير سكند. صح يا فاطمة؟ طب وبعد ثانيتين، ثانيتين في النزول بقت 9.8 باي ايه يا فاطمة؟ باي 2. بعد 3 ثواني 9.8 باي 3. بعد 4. بعد 10 ثواني التفاحة بقت سرعتها 98 متر بير سكند. اوه، منين؟ من زيرو. يعني من زيرو بعد 10 ثواني سرعتها زادت لحد ما بقت 9.8. كل جسم يا اولاد نازل ساقط كده طالما ما لمست الارض، كل ثانيه بتعدي عليه في الجو بتزيد من ايه؟ بتزيد من سرعته من غير ما يعمل حاجه، لا جوه موتور ولا حاجه مكنه بتحركه ولا اي حاجه، هو بس نازل وخلاص على كده، سايب نفسه بس واقع كده. كل ثانيه بتعدي عليه سرعته بتتضرب في 9.8، فبالتالي سرعته تزيد. عشان كده لما ترمي حاجه من الدور الاول تنزل دنتك، لما ترمي الدور الثاني بام كمان مره شفت ازاي الكلام؟ يبقى يا مستر، يبقى يا مستر ايه؟ كل ما بعدي في الزمن كل ما السرعه تزيد. ريم عندها سؤال بتقول هو ازاي القانون الاخير اخره اس؟ اوبا، يبقى انت ما ذاكرتيش الدرس اللي فات. الثلاث قوانين كده، نسيتي ولا ايه يا ريم؟ ها قولي عايزه تقولي ايه؟ القانون الاخير كان كده اهي. الثلاث قوانين هكتبهم لك اللي هناك بتاع ليسن 2. في ايكوال في نوت بلس اي تي، واس ايكوال في نوت تي بلس هاف اي تي سكوير، والفي سكوير ايكوال في نوت بلس 2 اي اس. نسيتيهم انت شكلك. اهو هم ايوه فعلا. هم دول. تمام تمام جدا. طيب كل ده بيحصل وانا نازل، جميل جدا.
طب يا مستر وانا طالع بقى تي جي؟ طبعا تي جي اهو، بس في جي بالماينس، لان انا لما اجيب بادي وارميه فوق كده رميته ب في نود بكذا، بمثلا قول 10، تبدا ال 10 دي تقل 9 8 7 6 لحد هوب لحظه معينه تبقى زيرو، يبدا ينزل كمان مره. تمام كده الكلام؟ يبقى هو طالع في حاجه بتشده لتحت، الجرافيتي. يبقى وانا طالع في جي بس ماينس 9.8 متر بير سكند سكوير. ماشي يا اولاد؟ طيب تعالوا بقى نشوف، هم القوانين بس نحط لها ماينس. حلو، يعني في بتساوي في نود ناقص جي تي، و اس بتساوي في نود تي ناقص هاف جي تي سكوير، وفي سكوير بتساوي في نود سكوير ماينس 2 جي اس. تمام ولا مش تمام؟ يعني بقى متهيألي مش محتاجه تمسك ورقه عشان تحفظهم، من كتر ما تعادوا هتحفظهم بقى مثل خلاص. طيب في بقى very important note، نركز كده بقى مع بعض يا ولاد. دلوقتي بصوا كده، نيوتن عجبته بقى موضوع الحركه ابورد دي وقعد بقى ينقنق فيها شويه، لقى شويه حاجات مهمه كده، تعالوا نركز فيها. لا ايه يا مستر؟ بصوا كده، لو احنا يا مستر جبنا بادي كده ورمينا لفوق دن 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 هوب يجي طالع، ماشي ماشي، اكيد يا مستر اكيد في نود مش بزيرو، اكيد، امال هيطلع ازاي؟ هرميه ب فيلوسيتي ستارتنج معينه، تمام، يفضل يمشي 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 لحد ما يوصل لايه؟ لماكسيمم هايت، اقصى ارتفاع، صح؟ اللي عنده الفي هتبقى بزيرو، صح ولا ايه؟ ويبدا يرجع 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 يزيد. الظريف بقى ان نيوتن لقى ان عند اي نقطه سواء وانت طالع وانت نازل في دايما تماثل في كل شيء، يعني الوقت اللي هياخده البادي وهو طالع او الوصول لماكسيمم هايت هو التايم اللي هياخده للرجوع للبوينت اوف بروجيكشن، نقطه الايه؟ الالقاء او نقطه القصف الاعلى. تمام كده الكلام؟ كمان يا اولاد الفي اللي رجع بيها الجسم هنا هي الفي اللي بدأ بيها، يعني هنا في اللي هنا قد في نود. تمام ولا مش تمام؟ تمام. تعالوا بقى نعوض كده مع بعض. لو انا مثلا مسكت وانا طالع في النهايه بزيرو، بصوا كده، بصوا في القانون الاول، في النهايه بزيرو، فجي تي دي بالماينس تيجي هنا بالبوزيتيف، يبقى اقدر اجيب تي عن طريق ان اقسم في نود على جي، في نود على جي. ده ايه؟ ده يسموه تي ماكس، يعني تايم الوصول لماكسيمم بوينت او ماكسيمم هايت. يبقى اقدر اجيب زمن الوصول لماكسيمم هايت على طول اني اقسم الفي نود اللي انا بدات بيها على جي اللي اوريدي انت عارفها 9.8. ممتاز. كمان لو مسكت الفي الاخيره دي بزيرو وحطيتها هنا، الماينس هيجي بالبلس واقسم، يبقى اقدر اجيب اس ماكس. ازاي؟ هتبقى في نود سكوير على 2 جي. يبقى اقدر باستخدام الفي نود اجيب الماكسيمم هايت، يعني اقصى ارتفاع. تاني تاني كده، نفس عميق احنا في حضرة نيوتن تاني، يعني نيوتن قال باستخدام معلومة واحدة بس اللي هي في نود اقدر اجيب الجسم ده هيطلع كام متر في كام ثانية. معلومة واحدة بس اللي هي ايه؟
مسكنا بادي رميناه لاعلى بسرعه 10 متر بير سكند. اقدر باستخدام ال 10 دي او ال 50 او ال 30 او اي سرعه هيديها لي اعرف البادي ده هيطلع كام متر في كام ثانيه، وكمان اذا عرفت انه هيطلع في كام ثانيه في 5 ثواني مثلا يبقى هيرجع كمان في 5 ثواني. يعني ممكن كده انت تبقى واقف كده وتمسك جسم تقول انا لو رميت البادي ده بسرعه مثلا 98 متر بير سكند، يبقى اقسم 98 على 9.8 يطلع 10 ثواني. يبقى البادي ده لو رميته فوق كده اعد 10 ثواني طالع و10 ثواني نازل وافتح ايدي هوب الاقيه رجع لنفس المكان. هياخد له 10 ثواني فوق و10 ثواني تحت. كل ده باستخدام معلومه واحده بس اللي هي في نوت، عن طريق التعويض في القوانين دي اللي هتبقى دي بقى. يعني هنا على طول عايز تجيب تي ماكس يعني تايم الوصول لماكسيمم بوينت، امسك في نوت اقسمها على جي. عايز تشوف هو هيوصل هيطلع الماكسيمم بوينت ده كام متر، امسك في نود سكوير واقسمها على 2 جي. واللي عنده سؤال